عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ايه قانون الدفشرية او الدشيرمة ده؟ ومن هو محمد بكتاش ولي؟ وايه هي الصوفية البكتشية؟ ومن هم اولاد الحاج بكتاش؟ استنوني بعد الفاصل القصير ده وهقول لكم على كل حاجة. انتوا حبايبي ومعزش عليكم حاجة طبعا. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. أرخان غازي وده تاني خليفة في الخلافة العثمانية بعد تأسيسها على يد أبوه عثمان الأول ابن أرطغرل سنة 1299 ميلادي. عمل بقى إيه أرخان ده؟ ألف فرقة من فرسان النظاميين وجابهم من الذكور الروم المسيحيين الأوروبيين اللي جمعهم من مختلف أنحاء أوروبا، بما إنه كان دايما بيوسع وبيفتتح بلاد جديدة. وقانون الدشيرمة ده ببساطة من القوانين المنظمة للعلاقة بين السلطة العثمانية والروميلي، يعني المناطق بتاعة الروم الخاضعة للعثمانيين في أوروبا. اسطنبول بقى إضافة للضرائب المالية كانت بتاخد ضريبة بشرية، وهي عبارة عن إن اللي بيمثل السلطة العثمانية دي بيروح البلاد المسيحية الخاضعة للخلافة العثمانية، وبمساعدة عمدة المنطقة وكاهن الكنيسة بيجمعوا حوالي 1000 طفل بين سن 8 و12 و18 سنة بشرط ما يكونش وحيد أهله، وبياخدوا الأطفال دي بقى للأناضول وبتتقطع علاقتهم بأهلهم تماما وبماضيهم، وبيعلموهم ويدربوهم على القتال وبيخلوهم يعتنقوا الإسلام بالعافية، وده ضد الشريعة الإسلامية لأن لا إكراه في الدين. والنظام ده كان بيستند لضريبة إسلامية شرعية سموها ضريبة الغلمان، والحكاية دي كانت بتتم كل 5 سنين تقريبا لما يعرفوا يعني ان في جيل جديد من العيال طلع. العيال دول كانوا بيتربوا على الدين الاسلامي وتعلقوا جدا بشخصية أرخان ده وبقوا مخلصين ليه جدا وللدولة العثمانية، ودول كانوا نواة الجيش الانكشاري. الجندي الانكشاري ما كانش له شغلانة ولا حرفة إلا إنه بيحارب وبيقتل أعداء الدولة العثمانية، وكانوا بيتكونوا من 3 فرق: السكمان والجماعة والفرقة، وكان رئيسهم اسمه أغا الانكشارية. وأغا هنا مش بالمعنى إن هم مخصيين، لا، المخصيين دول كانوا بيكونوا في الحرملك، لكن أغا هنا كان بمعنى أفندي أو مدير أو رئيس. اللي تحسبوه احسبوه، بس مش الأغا اللي في دماغكم اللي بيقعد مع الحريم في الحرملك، مش سنبل أغا يعني، مش سنبولة. ومع الوقت ومع الفتوحات الإسلامية اللي قاعدة تزيد، زاد عدد الجيش الانكشاري جدا لحد ما وصلوا في وقت من الأوقات لأكتر من 60,000 جندي، وكانوا ملتزمين جدا، ولا يعرفوا خمرة ولا يعرفوا ستات ولا أي حاجة خالص، مش زي جيوش أوروبا اللي كانت بتعرف الخمور والزنا. وعلشان كده كان ده العصر الذهبي للخلافة العثمانية. ولكن زي ما بنقول دوام الحال من المحال، الفساد دب فيهم وبقوا يطلبوا عطايا كتير كل ما يطلع سلطان جديد للعرش. العثمانيين بقى جنب الانكشارية عملوا جيش تاني، بس ده ما كانش من المشاة، كان جيش من الفرسان وسموه الفرسان السواري. ودول بقى عملوا للعثمانيين فتوحات كتير جدا وكسبوهم معارك كتير جدا، بس برضو دوام الحال من المحال، الفساد دب فيهم زيهم زي الانكشارية اللي قبلهم. الانكشارية في الأول كانوا بيحضروا المعركة وبعد كده لما يخلصوا قتال يروحوا لحالهم، يعني بيمشوا كل واحد يروح يشوفوه هيعمل ايه. بس في عصر السلطان مراد الأول سنة 1360 ميلادي بقت الانكشارية شغلانة، يعني تخلص المعركة وليك مهجع وليك مكان زي الجيش الحالي دلوقتي في كل الدول، ليهم سكنات. يعني الانكشارية فضلوا ما يتجوزوش من أول ما أسسهم السلطان أرخان لحد ما جه السلطان سليم، وده 9 سلطان عثماني، يعني أبو سليمان
القانوني اللي هو عاشر سلطان بتاع هيام ده، وقرر ان هم يتجوزوا عادي بس بشرط انهم يكبروا في السن. بس بعد كده بقى مسموح لهم يتجوزوا في اي سن. الانكشارية دي حرفيا كانت بترعب جيوش اوروبا، لدرجة ان في مرة اسبانيا حاولت تحتل هولندا، وملك هولندا وقتها طلب من السلطان سليمان القانوني اللي هو بتاع هيام ده انه يبعت له جيش من الانكشارية يدافع عنه ضد اسبانيا. بس السلطان سليمان قال لك انا مش هتدخل، انا جيشي مسلم، مالي انا بحرب بين بلدين مسيحيين، انا مالي يا عم هم محاربين في بعض. بس برضه ما استندلش وبعت له 40 بدله من بدل الجيش الانكشاري وقال له لبسها للجنود بتوعك، وفعلا ملك هولندا عمل كده. والاسبان بقى لما شافوا لبس الجيش الانكشاري افتكروا ساعتها ان العثمانيين بيحاربوا مع هولندا، فخافوا وجريوا ورجعوا لمكانهم وبطلوا يعتدوا على هولندا لمده 30 سنه. طب والبكتشيه دي بقى جت منين؟ اقول لك يا سيدي، لما جه اورخان ياسس الانكشاريه كان بالصدفه جه لتركيا واحد من خراسان وكان صوفي علوي اسمه محمد بكتاش والي، وسكن في القريه اللي هي باسمه دلوقتي على بعد 180 كيلو من انقره. والراجل ده كانت سمعته حلوه جدا والناس كانت بتقصده عشان بتتبارك بيه. ولما السلطان اروخان سمع عنه قال لك انتفع من البركه بتاعته، فراح له ومعاه شويه من افراد الجيش. فالحاج محمد بكتاش ده حط ايده على راس واحد من الجنود وقطع حته من هدومه وحطها على راسه وقعد يدعي له، وقدم لهم علم احمر في وسطه سيف ذو الفقار، وفضل يدعي ربنا انه يبيض وشوشهم وينصرهم على الاعداء والكلام ده. ومن ساعتها بقى اسمهم ولاد الحاج بكتاش. طب هما العثمانيين بقى لما كانوا بياخدوا العيال دي من اهاليهم كانوا بيعلموهم الدين والقتال وبس؟ في الحقيقه لا، هم كانوا صحيح بيربوهم تربيه عسكريه في معسكرات خاصه، بس كمان كانوا بيعلموهم كل العلوم الانسانيه زي الدين واللغه وبعض العلوم والرياضيات، لان برضه عسكري بيفهم غير عسكري مش بيفهم. الجنود هم بيتعلموا بقى بيتقسموا 3 مجموعات. المجموعه الاولى هتشتغل في القصور السلطانيه ودول اللي بيتم اقصائهم عشان هيشوفوا الحريم، والمجموعة التانية بيعدوها عشان تشتغل في الوظائف المدنية في الدولة، والتالتة بقى بيعدوها كفرق مشاة في الجيش العثماني، وهي دي بالتحديد اللي اسمها الانكشارية، ودي بالظبط كانت أكتر مجموعة في العدد. وفي وقت الحرب الانكشارية ما كانوش بيخرجوا إلا ومعاهم السلطان العثماني، وده أمر لغاه سليمان القانوني. طبعا الممحون قاعد يحب فلان، هو فاضل الحروب. سليمان القانوني بقى أجاز لهم انهم يخرجوا للقتال مع اي امير من الامراء، بس للاسف ده خلى السلاطين بعد كده ما تخرجش للمعارك بنفسها. الدولة زي ما قلنا كانت عاملة للانكشارية سكنات، والسكنات دي ما كانتش للنمو بس، كان فيها مطابخ ومخزن للأسلحة والذخيرة، وكل حاجة ممكن يحتاجوها كانت موجودة في السكنات دي. والدولة كانت مخصصة لكل وحدة عسكرية شارة بتتحط على أبواب السكنات بتاعتها وبيسموها القرطة، وكانت بتتحط كمان على أعلامهم وعلى الخيام بتاعتهم في ساحة القتال عشان يميزوهم عن بعض. ولما بيكبروا في السن ويوصلوا لسن التقاعد أو يتصابوا كانت الدولة بتصرف لهم معاش. أما الانكشارية ده بقى كان من أبرز الشخصيات في الدولة العثمانية، لأنه كان بيقود أقوى فرقة عسكرية في سلاح المشاة، وكان بحكم منصبه ده بيشغل وظيفتين، لأنه رئيس قوات الشرطة في اسطنبول والمسؤول عن حفظ النظام والأمن، وهو في الوقت نفسه عضو في مجلس الدولة، وكان ليه مقر خاص في اسطنبول وفيه كذا مكتب في الجهات اللي الفرقة دي بتشتغل فيها، والسلطان كان بيختاره من ضباط الانكشارية. وفضل الموضوع ده شغال لحد ما جه السلطان سليمان القانوني وبقى يختار رئيس الانكشارية من بين كبار ضباط القصر السلطاني عشان يحد من قوة الانكشارية. والفرقة الانكشارية دي حرفيا بتعتبر هي السبب الرئيسي لتوسع الدولة الإسلامية في عصر الخلافة العثمانية، لأنهم كانوا شرسين جدا في القتال وكانوا بيتميزوا بالشجاعة لدرجة أنهم كانوا بيتقدموا القتال والسلطان بيبقى وراهم مش قدامهم. ولكن زي ما قلنا للمرة الثالثة دوام الحال من المحال، الانكشارية عرفوا قيمتهم وحسوا أنهم السبب في أن الدولة العثمانية دي قاعدة تكبر
وتغتني ورقعتها الإسلامية بتزيد بسببهم. ومش هننسى برضه هم في الأول وفي الآخر مش مسلمين، وتم إجبارهم على اعتناق الإسلام. حتى لو هم أظهروا ده فهم من جواهم ممكن يكون في هاجس في نفسهم مخليهم يكرهوا الإسلام. وبعدين المسلمين دول يعتبروا بيحاربوا أهاليهم، وأكيد محدش هينسى أهله يعني. الانكشارية بقى بدأوا يتدخلوا في شؤون الدولة. يا عم هو انتوا مش عساكر وبس؟ لا، احنا عايزين نخش في السياسة العليا للدولة. بدأوا بقى السلطان اللي ما يعجبهمش يطالبوا بخلع ويطالبوا بسلطان معين، وياخدوا العطايا بقى عند كل سلطان جديد يوصل للعرش، وده بقى حق مكتسب، ومفيش اي سلطان مهما كانت قوته يقدر يتجاهله، والا هيطالبوا بخلعه او هيقتلوه. يعني من الاخر بدأوا يبقوا بلطجية. الكلام ده عمره ما حصل في وقت ما كانت الدولة العثمانية قوية ووقت الملوك العظام، وحرفيا الدولة العثمانية بدأت تهبط وقوتها تقل بعد سليمان القانوني، وبعد ما مسك الحكم ابنه مراد السكير. نفوذ الانكشاريين بدأ في الظهور لما بدأوا يعزلوا السلاطين ويقتلوا كمان اللي ما يعجبهمش من السلاطين، زي ما عملوا في السلطان عثمان الثاني، عزلوه من منصبه وقتلوه سنة 1622 ميلادي. وعملوا نفس الشيء مع السلطان إبراهيم الأول، خنقوه سنة 1648 وكانت حجتهم إنه بيعاديهم. وفي عهد مراد الرابع اللي كان بيحكم سنة 1632 قتلوا حسن باشا اللي هو رئيس وزرائه، ووقفوا قدامه السلطان محمود الثاني لما حب إن هو يحدث جيشه. ولما بدأت الدولة العثمانية بقى تضعف وتفقد أراضيها اللي هي كانت معاها، وبدأت تحل بيها الهزايم لأن الانكشاريين ما بقوش يحاربوا زي الأول، حاول السلطان عبد الحميد الأول إنه يحدث الجيش علشان يساويه بجيوش أوروبا اللي بقت تهزمهم. بس الانكشارية زي ما قلنا وقفوا قدام الكلام ده وقالوا له لا مش هنحدث حاجة. وسنة 1808 السلطان محمود الثاني بقى هو سلطان الدولة العثمانية، وحب برضه يطور الجيش وحبوا يقنع الانكشارية بالكلام ده، بس برضه رفضوه. فحاول بقى يلزمهم بالنظام والانضباط العسكري، وانهم يفضلوا في سكناتهم في اوقات السلم، ويفضلوا يتدربوا التدريبات بتاعتهم العسكرية ويتسلحوا بالاسلحة الحديثة. وكلف مصطفى باشا البندقداري بتنفيذ الاوامر دي، بس ما نفعتش، وقاوموا السلطان وتحدوا اوامره وعملوا حركة تمرد واسعة وثورة، وكانت نتيجتها انهم قتلوا مصطفى باشا البندقداري. ولما المحاولة الأولى بتاعة السلطان محمود الثاني دي ما نفعتش صبر على عنادهم لحد ما قرر مرة تانية إنه هيصلح نظام الانكشارية ده. حتى شيخ الإسلام أصدر فتوى بوجوب تنفيذ التعديلات الجديدة ومعاقبة كل جندي يرفضها. ويا ترى بقى جنود الانكشارية خدوا بالكلام ده؟ لا، ولا التزموا بيه ولا اهتموا بيه، وقالوا الكلام ده ما يلزمناش، واعلنوا تمردهم ومشوا في شوارع اسطنبول يولعوا النار في المباني ويهاجموا البيوت ويكسروا المحلات التجاريه. ولما السلطان عرف بالتمرد ده قرر ان هو يقضي عليهم باي ثمن، فراح جايب كذا فرقه عسكريه ومن بينها سلاح المدفعيه اللي هو كان حدثه، وراح كمان باعت منادي في الشعب بيطلب منهم قتال الانكشاريه، يعني قال للشعب اللي يشوف اي انكشاري يقتله. ويوم 15/6 سنه 1822 خرجت قوات السلطان من ميدان الخيل في اسطنبول، وده كان بيطل على سكنات الانكشاريه، وكانت قاعده فيه الفيالق الانكشاريه المتمردة. وما عداش وقت طويل لحد ما رجال المدفعية حاطوا كل السكنات بتاعة الانكشارية وسلطوا مدافعهم على السكنات الانكشارية من كل حتة، فحصدتهم وبقوا يقعوا زي العصافير بالظبط لأنهم عجزوا عن المقاومة بالبنادق والسيوف قصاد المدافع. وتاني يوم المعركة دي واللي هي بالمناسبة سموها الواقعة الخيرية، أصدر السلطان محمود الثاني قرار بإلغاء فيالق الانكشارية إلغاء تام، وده بيشمل تنظيماتهم العسكرية وأسماء فيالقهم وشاراتهم. وانتهت بكده تاريخ الفرقة اللي كانت في الأول شوكة في حلق أعداء الدولة العثمانية، بس بعد كده الغول اللي ربط الدولة العثمانية كبر وهدمها هي، وبكده يكون ده الجيش اللي دمر دولته وهي دمرته. وبس كده، وسلام عليكم.